يا راجل امسك الخشب. المثل ده من أغرب الأمثال اللي مرت عليا بصراحة. أنا نفسي أفهم إيه علاقة الخشب بالحسد، وليه لما تيجي مثلا تقول لحد الله الحاجة دي حلوة قوي أو ما شاء الله معرفش إيه يقولك امسك الخشب. يا ترى إيه الحكاية؟ في الحقيقة بقى المثل ده أصله مش عربي، أصله تاريخي عالمي. أكيد دلوقتي إحنا بنسأل نفسنا إيه اللي جاب المثل الأجنبي ده عندنا في معتقداتنا، ازاي اتنقل من عندهم لعندنا. انا اقول لك يا سيدي، المثل ده اصله وثني. فالقدماء اللي كانوا بيعبدوا الاوثان كانوا بيعتقدوا ان في ارواح طيبه عايشه جوه الاشجار، فبالتالي بقوا يمسكوا الاشجار، ومسكهم للاشجار ده مصدر ليهم للبركه والحمايه. وبعد انتشار الديانه المسيحيه استخدموا نفس التعبير للاشاره للصليب الخشبي بدل الأشجار. وبيقولك في عهد الإمبراطور اليوناني قسطنطين كان معظم المعتنقين للديانة المسيحية بيمشوا في مسيرات عامة وهم ماسكين الصليب الكبير، وكل الناس كانت بتجري وبتتدافع عشان تلمس الصليب بغرض البركة والحماية من الحسد. وبعد كده الصليب الكبير ده اتحط في كنيسة القسطنطينية، والناس بدأت تيجي وتتوافد عشان تزوره وتلمسه اعتقادا منهم بالبركة والحماية من الحسد. وبعديها بدأ مصطلح امسك الخشب بيتداول على نطاق أكبر وأوسع لغاية ما وصل لنا في العالم العربي، وأصبح من أحد الأمثلة الشعبية المشهورة المعروفة في تراثنا. عرفتوا بقى امسك الخشب أو تاتش وود جت منين؟